طبعا انتوا عارفين من امبارح جمهور الهلال السوداني وجمهور مولوديه الجزائر ما نامش عشان اللقاء. النهارده طلع خبر بيقول ان المباراه هتاجل 24 ساعه بسبب عوامل الطقس والامطار الغزيره في الملعب اللي هيتلعب عليه مباراه الهلال ضد موريتانيا، ضد مولوديه الجزائر في موريتانيا. طبعا المباراه هتقول لك المباراه هتاجل، يا جماعه هتتاجل ولا مش هتتاجل؟ يا جماعه هتتاجل ولا مش هتتاجل؟ هتتاجل ولا مش هتتاجل؟ قعدنا نبحث وندور ونشوف، نلاقي اخبار على الفيسبوك ماليه الدنيا ان المباراه هتتاجل. هل المباراه هتتاجل ولا مش هتتاجل؟ بحثنا واخيرا لقينا الخبر من المصدر الاكيد، قال لك المباراه هتتلعب في نفس التوقيت اللي هي هتكون المباراه ان شاء الله الساعه 8 بتوقيت القاهره و8 بتوقيت السودان، اللي ان شاء الله هتبقى مباراه ناريه وحماسيه وحاسمه للهلال ولمولوديه الجزائر. كل التوفيق للفريقين. لو قلت لي انت عايز هتشجع مين النهارده، هقول لك الفريقين عربيين واللي هيكسب هنقول له الف مبروك. وطبعا الهلال زي ما انتم عارفين محتاج نقطه واحده هيصعد وخلاص، مش هيستنى اي حاجه ثانيه ولا اللقاءات الجايه ولا اي حاجه نهائي. هنقول مبروك للهلال لو خد نقطه النهارده، خد 3 نقط برضه هنقول له مبروك وهارد لك للمولوديه. لكن المولوديه هيبقى موقفه بقى صعب جدا ومش عارفين هيصعد ولا لا بعد كده. لكن المباراه النهارده هتحدد حاجات كتير جدا بالنسبه للمجموعه الاولى اللي هي بتضم يانج افريكانز ومولوديه الجزائر ومازيمبي والهلال السوداني. وطبعا زي ما انتم عارفين الهلال السوداني متربع على عرش المجموعه ب9 نقاط بدون حتى ما يتعادل مع اي فريق في البطوله او في المجموعه الموجوده حاليا اللي هي المجموعه الاولى، المجموعه اللي مش قويه قوي واللي مش ضعيفه قوي برضه يعني بصراحه يعني. طبعا المباراه هتبقى مذاعه عندنا هنا على قناه بحر المنوعات على اليوتيوب، ومذاعه على كوره مع هاني على الفيسبوك. ما تنساش تعمل متابعه عشان يجي لك اشعار البث المباشر لحظه انطلاق مباراه الهلال ضد المولوديه. كل التوفيق للفريقين ان شاء الله. بقى عشان ما نرغيش كتير ونحرق كتير مع بعض قبل ماتش الهلال والمولوديه ما يبدا، عايزين ايه نجيب من الاخر عشان ما نهريش كتير مع بعض. الهلال عايز نقطه واحده في 3 ماتشات. الهلال عايز نقطه واحده في 3 ماتشات، يعني تتعادل مع مازيمبي، تتعادل النهارده مع المولوديه، تتعادل مع يانج افريكانز، هتوصل. لكن بقى تعقدني معاك بقى وتخسر النهارده المولوديه يبقى شكلك وحش، والماتش اللي بعديه تقول يا رب، وتفضلوا بقى الجمهور على اعصابه وجمهور الهلال على اعصابه، وحرام عليكم الناس يعني مش مستحملين من اللي انتوا بتعملوه فيه كل سنه. جمهور الهلال مش مستحمل. فبعد اذنكم النهارده عايز تعادل مع المولوديه وخلاص، وكفى المؤمنين شر القتال والموضوع انتهى خلاص كده وما نستناش حاجه ثاني خلاص، وتخسر الماتشين اللي بعديه بقى تكسب مش مهم مش فارقه. المهم ان انت ما تحزنش الجمهور ده تاني. يعني بصراحه الجمهور ده خلاص جاب اخره. فرحوا بقى، فرح جمهور الهلال بقى. يعني اللعيبه لازم تفرح جمهور الهلال بقى بصراحه. يعني ما تعمليش فيها اطهر الطاهر وتخرج لي تاني ويحصل لك حوارات تانيه. يعني مفيش فرصه اسهل من دي، مفيش فرصه اسهل يعني احسن من دي ابدا. يعني انا عمري ما شفت فريق في موقف حلو زي الهلال، يعني عمرها ما حصلت. قبل المجموعات ما تخلص ب3 ماتشات بنقول الهلال خلاص وصل. يعني غريبه، حاجه ما يعني حاجه صعبه، حاجه يعني حاجه عمرها ما بتحصل كتير مع اي فريق في افريقيا او في الوطن العربي او في اوروبا. عمرها ما بتحصل كتير الحاجات دي، يعني خلي بالكم يعني قبل حتى ما تلعب المولوديه انت عايز نقطه. طب خسرت المولوديه عايز نقطه الماتش اللي بعديه. طب خسرت من الماتش اللي بعديه الماتش الثالث عايز نقطه برده. بس اهم حاجه ما تجيبولناش نقطه، يعني انتوا ما تجيبوش لينا نقطه. يعني ما تلعبوش بقى دفاعي 24 ساعه طول الماتش، قصدي 90 دقيقه طول الماتش عشان هتخسر. ما ينفعش، مفيش فريق يلعب 90 دقيقه دفاع وبيكسب او بيتعادل حتى. كل توفيق لمولوديه الجزائر، كسب الهلال الف مبروك. الماتش اللي بعديه لا ما ينفعش تاني خلاص بقى. اصل المولوديه ما نقدرش نقول برضه فريق عربي، فاحنا ما نقدرش نطبل للهلال بس، لا لازم نطبل للاثنين. ولا ايه؟ صح؟ يلا نتفرج على الماتش مع بعض.